السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب الكامب نو ومجريات مباراه الكلاسيكو بين البارسا والريال على غير العاده، من دون جماهير، على غير العاده في بدايه الموسم، على غير العاده ايضا في ظروف صعبه يعاني منها البارسا والريال. مباراه تقريبا رغم انها في بدايه موسم ولكنها مفصليه ومهمه جدا، خاصه بالنسبه لزين الدين زيدان بعد خسارتين متتاليتين، واحدة أمام قادش والثانية أمام الشختار في دوري الأبطال. في الجهة المقابلة برشلونة لفريق ريال مدريد في الكلاسيكو. ضربة الأولى الكرات في اتجاه بنزيما على الجهة اليمنى، والتغطية من كليمون لونغلي، أو نهاية موسم وانطلاقة من فاتي. عملي فاتي كرة ممتازة، ليو الدفاع الدخل وكرة خطيرة، جول. أول أهداف المباراة من فيدريكو فالفيردي هنالك في الكامب نو. اللعبة ولا أروع من أروع ما يكون، التوغل ثم التمرير ثم التسديد فالتسجيل، وأول هدف. ريال مدريد متفوق على برشلونة هنالك في الكامب نو بلعبة ولا أروع. فراغ رهيب في وسط دفاع فريق برشلونة، استثمر فيه الريال، استلمها بنزيما، شوف الإعادة، دخل وتوغل، مرر ولا أروع في اتجاه فالفيردي، وما راقبها رجعت له فينيسيوس جونيور رائعة، جوردي ألبا جول، جوردي ألبا وجول. لعبة ولا أروع بين ميسي وجوردي وفاتي. يا سلام على هذه اللعبة، كان يكررها كل مرة ميسي مع جوردي ألبا، انفرد خلف مدافعي الريال، استلم كرة ولا أروع، حتى على طبق للصغير فاتي الذي يسجل هدفه الرابع هذا الموسم. في بداية الموسم لا ميسي ولا جريزمان هم الهدافين، بل فاتي كوتينيو، ديونغ كرة من كوتينيو، من هنالك كوتينيو التسديد، ميسي، جوردي ألبا، كرة خطيرة، جوردي ألبا بابا خطيرة، من كرة الحق عليه جوردي كوتينيو راح فينيسيوس جونيور، وصلته كرة خطيرة، جونيور روي يلعب ديال ليو فاتي، ليو اوي بنزيما يراوغ، يوزع كرة وبيك فرقة وهرب، راح ميسي وبين احضان الحارس تيبو كورتوا، والتدخل كان قوي على ليو في هذه اللقطه. ليو ساقط يا سيد الحكم ويوقف اللعب واللي خرج البطاقه الصفراء في وجه كازيميرو على هذا التدخل، او لانه الصراع سيكون بين ميسي وراموس. كاد ياتي الهدف الثاني من خطأ فادح مرة ثانية، خروج غير موفق. الكلاسيكو 393 للريال، بابا خطيرة الكرة، ريال توني كروس، ضاعت. يا سلام، اللعبة ميسي مسات الكرة عند ليو وتيبو، رائع الاستلام ورائع ميسي، كرة ولا أروع، ثم توني كروس. ميسي متميز اليوم، والانطلاقة من فالفيردي في خطأ. نعم، قلت بأنه جزار رودريغيز سجل المئوية، بن شوستر الألماني سجل، بيدري بينية هيلة ممتازة، ديس دخل كرة أرضية، مندي دخل فينيسيوس، مندي خطيرة أرضية، ديست في التغطية يتمكن من هذه الكرة. جوردي ألبا، كرة خطيرة، جوردي ألبا وكرته لم تم، جوردي ألبا بينية، كوتينيو، جوردي ألبا، في اعتراض، وبنزيما والدفاع، التغطية من أمام فينيسيوس جونيور تحت تصفيقات بيك، كرة خطيرة جدا، جوردي ألبا مرة ثانية، ثم فالفيردي، فاتي تفوق عليه، تسترجع من فيرلون مندي، اسينسيو ليناتشو أرضية، فالوسط لليو ميسي، راح بول بوك، كرة عند الريال، التوزيع في القائمة الثانية ولكن بعيدة تماما. فالفيردي لتوني كروس بينية مع فينيسيوس جونيور لفيرلون مندي، القائمة الثانية لديست بيدري،
توني كروس في تنفيذ الركنيه يرفعها في القائمه الاول. راموس على الجهه اليسرى، ميسي في المراوغه، ميسي مر، ميسي مازال، ميسي في الكلاسيكو. كازيميرو عنده الكره الان والتسديده، ومره بيدري ذكرنا بيدري يلعبها بينيه، رجعت له والحكم يقول ليس هناك خطأ ثنائيه بين بيدري وبين ديست. فاتي وميسي، فاتي وميسي، فاتي وميسي، فاتي لا قوية أرضية من فاتي وكاد يباغي الدفاع فريق الريال. ميسي هرب، كوتينيو يتوغل يلعبها لما على الجهة اليمنى. فاتي ضاعت. كوتينيو ضيع فرصة تسجيل هدف ثاني. رائعة التمريرة من هنالك من فاتي على الجهة اليمنى. شوف الدخول الرائع من فاتي، لم يكن في وضع التسلل. ديست لفاتي، فاتي كوتش الأول الرائع من فاتي، تمريرة رائعة أولا. دخل متسلل أم لا؟ جوردي ألبا فينيسيوس جونيور لبنزيما، بنزيما في تنفيذ المخالفة خطيرة. الدفاع يتدخل من امام راموس. طبعا اختلطت علينا المعلومات شويه لانه قلنا منذ حين بانه فاتي هو اصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو ب17 سنه و359 يوم، لكن يبدو ان اخر المعلومات تقول بان فاتي هو ثاني اصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو خلف الفانسو نافاس. راموس يسجل جول. راموس يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 18 من عمر هذا الشوط الثاني والمباراة، في وقت كان البارسا هو المستحوذ، كان البارسا هو الضاغط، كان البارسا هو المسيطر، كان البارسا هو القريب من التهديف. يأتي شيخ القبيلة راموس من بعيد وينفذ ضربة جزاء ويسجلها البارسا ب10 لاعبين. بنزيما فينيسيوس، بنزيما كريم وبيكي. راموس بالراس كرة. كوتينيو كرة في الركنية لصالح ليو ميسي، مرفوعة هايلة وانا داير الكرة بعيدة خطيرة. ميسي ألبا وكوتينيو للريال. ميسي مرة ثانية يرفع كرة في القائمة الثانية. راموس في التغطية، رفع بوسكيتس كرة تاع الريال يصير المهمة صعبة على البارسا. بوسكيتس طلبها ميسي، متسلل أم لا ولكن بعيدة تماما. فينيسيوس جونيور، والتغطية من بيكي. ميسي ميسي راح بيني فاتي. ميسي الكرة مرفوعة القائم الأول بالراس، التغطية دفاعية سيبو كورتوا. كوتينيو، راموس، صالحي، ديست عالية الكرة. ديون زال يلعب من هنالك ناحية بوسكيتس، وفي خطأ هنا لا بالنسبة لبرشلونة، بالنسبة للاعبي ريال مدريد على برشلونة في مثل هكذا أماكن وفي هذا الظرف قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة. سيدخل ميسي، يستعد ميسي تدخل الكرة. رودريغو لونجلي، ترينكاو ألبا، جوردي ألبا الكرة لم تمر، بالراس من هنا أرضية خطيرة. وجول كرة من توني كروس، كاد ياتي الهدف الثالث القاتل للريال لولا نيتو على مرتين. يا سلام، لعبة خطيرة. لوكا مودريتش، جول. لوكا جول. مدريد تطيح ببرشلونة في الكامب نو. لوكا مودريتش يسجل الثالث ويعبث بدفاع برشلونة. يا كومان، يا ميسي، يسقط برشلونة في الكامب نو للمرة الثانية على التوالي بعد خطافي. جاء الدور على الريال في كامب نيو،